ده حسام طالب عادي زيي وزيك، لكن حسام كان عنده امتحان قريب ووعد أمه إنه هيقفل. لكن حسام كان بيعمل 5 غلطات خلته بعيد إنه يقفل أي امتحان يدخله. خلينا نعرف أنا وإنت وحسام إيه الأخطاء دي. أول غلطة، حسام كان بيجيب فيديو شرح للدرس اللي عليه ويسمعه وبعدها يقرأ الدرس ده وخلاص كده. حسام ما حاولش يفهم الدرس كده، حسام ما استفادش أي حاجة من اللي عملها. اللي يفترض حسام يعمله إنه يحل امتحانات أو يشرح لحد من صحابه عشان يثبت المعلومة في دماغه. تاني حاجة، حسام كان بيجيب الكتاب يحفظ كل تفصيلة فيه، كل حاجة صغيرة أو كبيرة. الامتحان مش بيعتمد على قد إيه تفاصيل أنت فاكرها، الامتحان بيعتمد على الأسئلة اللي تقدر تجاوبها صح. لازم تغير عقليتك يا حسام. تالت حاجة، حسام كان بيزنق نفسه قبل الامتحان، يفضل يبصمج كل كلمة في الكتاب. الطريقة دي بتبخر المعلومات من دماغه قبل الامتحان. لازم تعمل جدول مذاكرة قبل الامتحان وتنظم في أفكارك والمواد اللي عليك. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنساش اللايك والاشتراك. نرجع لحسام تاني. رابع حاجة، حسام كان بيفضل صاحي لحد الفجر بيذاكر ويحفظ في المواد قبل الامتحان، وده بيدمر دماغه وبيخليه ينسى كل المعلومات اللي ذاكرها. لازم مخك ياخد كفايته من النوم، غالبا لازم تنام 9 ساعات قبل الامتحان عشان تصحى فايق ومركز. خامس حاجة، حسام كان بيفضل يقارن نفسه بالناس، واحد خلص المنهج والتاني قاعد يذاكر 10 ساعات. المقارنة بتدمر ثقتك في نفسك وبتسرق تركيزك. لازم تقارن نفسك بنفسك. وكده وصلنا لآخر الفيديو، ما تنساش اللايك والاشتراك عشان بتعب في الفيديوهات دي فشخ.